أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايتنا النهاردة حكاية حارة عجيبة اسمها الرسمي حارة ابن مكي، إحدى الحارات المتفرعة من شارع سيدي الطاروطي، أحد شوارع منطقة الترسانة بحي رأس التين بالإسكندرية. وهي حارة سد، جدران بلا بيوت أو أبنية، موحشة، فهي غارقة في الظلام ليلا وخالية تماما من المرة نهارا. أهل الحي أطلقوا عليها اسم حركي هو زقاق الحرامية، فاشتهرت بهذا الاسم، ولم يعد أحد يذكر أو يتذكر اسمها الرسمي. إيه سر الاسم ده؟ تعالوا لما أحكي لكم. زمان الحارة دي حيرت المخبرين ورجال الشرطة. يقوم المخبرين بمطاردة الحرامي من دول أو أحد المجرمين، ومعظمهم من مهربين المخدرات عن طريق البحر، فيقوم المجرم بالجري بأقصى سرعة وبمراوغتهم، والمخبرين وراه يطاردونه حتى يصل لحارة فيدخل فيها. هنا يتصور المخبرين بأن مهمتهم أوشكت على الانتهاء بنجاح، فالمجرم قد دخل المصيدة برجليه، وما هي إلا ثواني قليلة ويقبضوا عليه، فيدخلوا وراه. لكن تكون المفاجأة بأن المجرم اللي بيطاردوه ده قد اختفى تماما. يقوموا بالبحث عنه في كل شبر وفي كل زاوية من الحارة، ولكن دون جدوى، فقد اختفى تماما ولم يعد له أي أثر. يقف المخبرين في حيرة، أين ذهب؟ فليس هناك مكان يختبئ فيه. الحل الوحيد أن يكون قد طار في الهواء، وده مش معقول. لكن في النهاية المجرم قد أفلت منهم وفشلت مهمتهم. إلا أن أهل الحي الذين تجمعوا علشان يتفرجوا على نهاية المطاردة يعرفون نهايتها مقدما، فهم يعرفون جيدا كيف أفلت المجرم وأين ذهب. وهنا السر الذي لا يعرفه إلا أهل الحي. ففي نهاية الحارة مخرج على حارة أخرى على شكل خوخة حجرية منحوتة بجدار في آخر الحارة، مموه وغير واضحة، ولا يعرفها إلا أهل الحي. والخوخة باب أو مخترق صغير بين دارين أو شيئين، مر من خلالها المجرم إلى شارع خلفها. إلا أنه لا أحد من أهل الحي يستطيع أن يفتح فمه ويرشد أو يدل على سر الخوخة الحجرية ومكانها، خوفا من بطش وانتقام المجرمين والمعلمين الكبار الذين يعمل هؤلاء المجرمين تحت قيادتهم. واكتفى أهل الحي بأن أطلقوا على الحارة اسم حركي يعرف فيما بينهم، وهو اسم حارة الحرامية. وغلب هذا الاسم على الاسم الرسمي للحارة الذي لم يعد أحد يذكره أو يتذكره. ويضاف هذا الاسم الحركي للقاموس الشعبي السكندري الذي تكونت مفرداته على مر العصور.